يعني اتذكر في يوم من الايام الدنيا حاره، ايام السياره البرازيلي تتذكرها. فطلعت من الكاظميه دا اروح بيتي بالسيديه. والله وقفت ابو تاكسي، سياره حمراء خصوصي، ولد شاب صغيروني 15 16 سنه. قلت له بابا وديني للسيديه فلان مكان، ايش قد كروته؟ قال لي 5 دنانير. قلت له اي بابا. صعدت يمه، تبريد ما عنده والجو حار، ومشينا على السريع جامع النداء، هذا اسمه جامع ام المعارك وما ادري منو. ما عندي غير القران السلبي. قمت اقرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. قرأت هذه الآية، أنا ما منتبه على هذا الولد، أدري بيده يسوق. فمن وصلت طبعا وياها تواشي حملة تنسى وما أدري شلون، التفت أطيكر وأشوف هذا دموعه تجري والله على خدي. قلت له بابا أنت شاب، أنت وين والبكا وين؟ ابني شنو السالفة؟ قال حجي خل أسولف لك، أني عاقلي وهالدي، أذي أمي، عجيب، ما أحترم أبويا، التقيت ويا أصحاب السوء، بس هذا يحكي ويبكي، وأنا سمعت القرآن بصوتك، أنا ما لا أسألك أنت منو، بس والله الذي لا إله إلا الله. قلت له ايش راح تسوي؟ قال أنا ذاهب للبيت أطهر ملابسي بدني، أقع على رأس أمي على إيديها أبوسها وأعتذر منها، أقبل وجنات أبويا أعتذر منه، وأنا لأكون مثل للشباب إن شاء الله، لا أترك أصحاب السوء وقعداتي وياهم. سبحان الله، مجرد أن سمع والله أحلى يوم هذاك في عمري أنا عشته. الله الله الله. وحجي بالمناسبة يعني هم من إحدى كرامة القرآن، يجيبوا لي أطفال، طفل يبكي، أنت سامع هاي دائما يصرخ ويبكي وما أدري شنو. سبحان الله، بس أخلي إيده على رأسه أقرأ لي آية من القرآن الكريم، ثاني يوم أمه تجيب الوهلية والحنة بباب الحوش. بركات القرآن، هاي نعمة من الله كثير، بالشارع بالسوق.